اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع منجز. ايه بقى يا جماعه؟ النهارده محضر لكم بقى مفاجاه كامله وهنشوفها كده مع بعض. يلا استعدوا معايا 3 2 1. اوه واو، ايه الجمال والروعه دي يا منجز؟ ايه الجمال والروعه دي من دانهيل؟ زي ما احنا شايفين كده ولاعه دانهيل في منتهى الشياكه والاناقه، حته كده يعني من الحتت القليله لما تشوفها بالحاله الخارجيه الجميله الممتازه دي. مفيش فيها خدش، مفيش فيها غلطه، ولاعه ممتازه ممتازه ممتازه. نجرب مع بعض الولاعة شغالة وبكفاءة تامة ومفيش فيها أدنى مشكلة. هنعرف النهاردة بقى مع بعض كل تفاصيل الولاعة دي، فاستعد معايا عشان أنا جهزت المفك وجهزت الجفت وكمان جهزت أنبوبة الغاز عشان نعرف كل حاجة عن الولاعة دي. يلا مستعدين معايا؟ ادونا اللايك جامد. تعالوا يلا نخش في التفاصيل. يلا بينا كده نكتشف الأول مع بعض طريقة الملو بتاعتها. هات كده غطا فاضي وتعالوا نشوف ده مكان الملو بتاعها. هنفك كده ولعت 2 مسمار ستايل زي ستايل الديبو كده، هو سويس ميد زي ما احنا شايفين من تحت كده، والموديل بتاعها ده مكتوب عليه الرقم بتاع الانتاج. تعالوا نجرب كده مع بعض الملو بتاعها. مبدئيا هندوس كده نعمل تفريغ للهواء، هي طبعا مليانه، هنعمل تفريغ للهواء ونجيب قطع معينه من القطع اللي بتكون موجوده في الغيارات بتاعه الولاعه. القطعه دي هتكون مناسبه جدا للملو. هنركبها في صمام الانبوبه، سواء كان الانبوبه البلاستيك او الانبوبه المعدن، هنركبها في صمام الانبوبه ونجرب كده مع بعض. هنكبس كده الغاز ونفضي مره تانية الهواء، نرجع نملى تاني الولاعه بالشكل اللي احنا شايفينه. نجرب مرة كمان نفضي الهواء. كده تقريبا فضيناها خالص عشان نعرف نملاها بشكل افضل. طبعا كان يفضل من البداية ان احنا نفضيها خالص عشان نعرف نملاها، لان هي طالما ان فيها غاز مش هينفع ان هي تقبل غاز على الغاز اللي فيها. ودي تالت مرة كده، يعني اعتبرناها ان هي فاضية لما فضيناها خالص وجربنا كده مع بعض الملو بتاعها. ودلوقتي كثافة الغاز هتكون عالية لان هي كده اتملت، كده اتملت بشكل كويس جدا. نقفل الغطا مرة تانية وخليك حريص لان الغطيان والحاجات دي لما بتضيع هتبوظ شكل الولاعة. رقم واحد. رقم اتنين، صعبة جدا ان انت تلاقيها، الحاجات دي صعب جدا ان انت تلاقيها دلوقتي في قطع الغيار. والولاعة زي ما احنا جربنا اهو دلوقتي مع بعض شغالة اهو كفاءة. هتقول لي طب منين اعليها واوطيها منجز ومنين اغير لها الحراره؟ مبدئيا التعليق والتوطيه من المسمار التاني، وقلنا الستايل ده هو يشبه ستايل الديبو. الشركات بتاعت بيوت الازياء بتقلد بعض، سواء ديبو ولا كريستان ديور ولا كارتير، كله بيقلد بعض. احنا كده بنعلي ونوطي من تحت هنا كده زي ما احنا شايفين. نقدر نوطي الغاز او نعلي الغاز من الجزء اللي تحت ده ونرجعه تاني للمكان بتاعه. ده كده احنا زي ما احنا شفنا الولاعة الدانهيل بالحالة الجميلة المحترمة دي. تقول لي يا منجز طب انا عايز اعرف منين اغير لها الحجر؟ من ورا كده هتلاقي فيه مسمار صغير جدا، ولازم تكون حريص وانت بتفكه. هتدخل بفك صغير وتفك كده بالراحة المسمار ده، وتكون حريص عشان ما يتنطرش. زي ما قلنا الحاجات دي قطع غيارها صعبة جدا. انا فكيت كده المسمار والحجر والترس والسوستة بتاعتها اهي. ادي ده كده المسمار بتاعها اهو، وادي السوستة، وادي الحجر بتاع الحجر الصغير ده. هركب لها حجر تاني معاكم ونجرب كده مع بعض. انا جبت اكتر من نوع من الحجارة اهو في العلبة عشان نجربهم مع بعض، وانا هجرب النوع ده معاكم. يلا كده نركبه بسم الله. عايزكم تقولوا بسم الله ما شاء الله، عشان الحاجات دي والله يا جماعه بتتحسد وياما الحاجه بتضيع واحنا مش واخدين بالنا بسبب ان احنا محدش بيقول بسم الله ما شاء الله. لما بنشوف الحاجه الجميله كده لازم نقول بسم الله ما شاء الله. نركب كده المسمار بتاعها دلوقتي.
على الوضع ده هو كده مش راكب، فلازم تبقى مركز جدا وانت بتركب اهو كده. تحط المفك، تبتدي ان انت تربط بالراحة كده واحدة واحدة لحد ما يتربط معاك ان شاء الله. هتلاقيه اتربط ودخل لجوه كده عشان ما يبانش من ظهر الولاعة. نجرب مع بعض، شغالة وبكفاءة تامة ومفيش فيها ادنى مشكلة. طب عايزين نعلي بقى النار سنة لان النار بتاعتها واطية زي ما قلنا من تحت كده. هنعلي النار سنة كده، زود النار شوية كده. احنا بنقلل النار، زود النار شوية كده. علينا النار بتاعتها ممكن نخليها في درجة متوسطة. وعلى الحالة دي هي الولاعة زي ما احنا شايفين حالة خارجية ممتازة جدا. الحجم بتاعها رغم ان هو حجم صغير الا ان هي تقيلة جدا في الايد، تقيلة بجد يا جماعة، تقيلة قوي في الايد. ولاعة ممتازة ومحترمة ومفيش اشيك ولا اجمل من كده. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك سبسكرايب وعلى صحابك ان انا واشترك في القناة. واشوفكم في فيديو جديد. نسيت رأيك يهمني. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.